السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب وبأفضل حال. النهارده حبايب قلبي هوريكم ازاي ننظف شفشق او دور الخلاط بتاع مولونكس، ازاي هنفك الدورق ده او الشفشق ده مع بعض، وازاي هننضفه. طبعا الدورق ده كان مركون عند ماما، الخلاط سليم ولكن طبعا منظر الدورق نفسه مش لطيف خالص ان هي تستعمله، فكانت ركناه، فانا قلت لها خلاص انا هنضفه له، فخدته منها. كانت بتستعمله ومن ركنته الدراع بتاعه طبعا اسود خالص من كتر الاوساخ اللي متكونه او متحوشه جواه، وده طبعا عيب من عيوب الدرق ده، لان الدرق ده مفتوح من ناحيتين، وانا يعني مش شايفه داعي ان هو يبقى مفتوح من ناحيتين كده، غير انه بيجمع اوساخ. كان المفروض ان الشركه مثلا تقفله من هنا ومن هنا، ما تسيبوش مفتوح كده، ولكن طبعا هو خلاط ممتاز جدا، وانا كمان عامله لكم ريفيو انا جايباه في جهازي. دلوقتي عايزين ننضفه، هوريكم بس شكله في البدايه كده عامل ازاي، وازاي انه فعلا بشع. كان ليها حق ماما ان هي تركنه وما تستعملوش، لانه طبعا مش ما ينفعش ان احنا نستعمله. هوريكم منظره، شوفوا الايد بتاعته عامله ازاي، مكونه طبعا وسخ جواها واتربه وحاجات مش نظيفه خالص. كمان هنا القاعده بتاعته شايفين عامله ازاي، ومن جوه هوريكم ازاي هنرجع الدورق ده كأنه جديد مع بعض ان شاء الله. هنبدأ كده بسم الله. اول حاجة هنعملها نفك الخلاط الاول عشان نبدأ بتنظيفه. اول حاجة هعملها ان انا هاجي على الدايرة الحمراء دي اللي انتوا شايفينها دي، وهبدأ ان انا الفها جامد لحد ما تفك معايا. هتتفك معاكي بكل سهولة اهي، انا كده بفكها خالص اهو. القطعة دي طبعا جواها 3 حاجات زي ما احنا شايفين كده. بعد ما فكناها جواها السكينة بتاع الخلاط. الجوان ده طبعا مهم جدا، حافظي عليه وانت بتغسلي الدورق بتاعك، علشان طبعا ده اللي بيمسك السكينه في القطعه دي في الشفشه، بتمنع تسريب السوائل من الدورق للخلاط بتاعك او قاعده الخلاط بتاعك. كمان بتمسك السكينه في القطعه دي، فحافظي عليها وانت بتغسلي. دي اول قطعه احنا فكيناها. بعد كده كتير منكم ما يعرفش ان القطعه البيضه دي كمان بتتفك. هوريكم ازاي نفكها بكل سهوله من غير طبعا ما نكسر الدورق بتاعنا او نبهدله او نكسره، زي ما هوريكم هيتفك معانا دلوقتي. علشان نشيل بقى القاعده البيضه بتاعه الدورق دي هنعمل ايه؟ هنجيب سكينه يا بنات، وهنبدأ ان احنا من الزوايا كده نضغط ضغطة خفيفة جدا، هتلاقيها تطلع معاكي بكل سهولة. انا طبعا فكيتها هنا اهو، بس طبعا زي ما انتوا عارفين ليها اتجاه، يعني القطعة دي والقطعة دي بيركبوا هنا كده يا بنات، هنا وفي الحتة دي كده. يا رب تكون واضحة معاكم. شايفين كمية الوسخ اللي متحوشة تحت القاعدة بتاعتنا اهي، وكتير منكم مش عارف ان القطعة دي بتتشال. لا، بتتشال اهي، وهنبدأ طبعا بتنظيفه بكل سهولة زي ما هنشوف دلوقتي. اول حاجة هبدأ كده ان انا اجيب بولة او طبق كبير، واحط فيه القطعة اللي احنا فكيناها اهي اهي، والجوان البلاستيك والقاعدة بتاعتنا والدورق كمان، هحطهم هنا واحاول انقعهم بميه سخنه نص ساعه ساعه زي ما انت عايزه، علشان طبعا زي ما انتوا عارفين الاوساخ دي ناشفه خالص من الركنه ما بتطلعش اهي. فهعمل ايه؟ هنقعه دلوقتي بميه سخنه علشان طبعا الاوساخ دي تبدا ان هي تدوب معايا، ولما اجي اغسلها او ادعكها بالفرشه زي ما هنشوف دلوقتي تطلع معايا بكل سهوله. فهنقع طبعا الدرق بالقطع بتاعته شويه، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. كده حبايب قلبي بعد ما سبت الدرق بتاعنا يتنقع حوالي ربع ساعة، دلوقتي هنقص المية دي وهوريكم ازاي هنغسله مع بعض. عشان نقدر ان احنا نغسله مع بعض هحتاج طبعا لغسيل الدرق بتاعنا فرشة اسنان. هبدأ ان انا بظهر الفرشة كده بس اقلب السائل بالخل، عشان طبعا الخل بيقتل اي بكتيريا او اي حاجة، لان الشفشق زي ما قلت لكم كان مركون. هاخد من الخل والصابون اللي احنا حطيناه هنا في الطبق بالفرشة كده، حاجة بسيطة كده بس اعك الفرشة، وهاخد قطعة قطعة معايا وهبدأ ان انا ادعكها بالفرشة. هاخد بعد كده السكينة، وهناخد برضو من الصابون، وهندعك كل الكلام ده كده، بس بالراحة طبعا وانتوا بتدعكوا القطعة دي، علشان السكاكين بتاعة المروحة دي ما تعوركوش او تجرح ايديكم. بالراحة كده. هندخل بعد كده حبايب قلبي القاعدة نفسها بتاعة الدورق اهي، زي ما انتوا شايفين عاملة ازاي.
كده حبايب قلبي احنا غسلنا كل القطع اللي معانا، لسه بس هنشطف كل القطع دي تحت الحنفية، وهوريكم في الاخر الشفشة هيبقى عامل ازاي. بس لسه طبعا الدراع زي ما انتم شايفين لونه عامل ازاي، اسود خالص من كتر الاوساخ اللي فيه. والقاعدة بتاعة الخلاط من تحت، هنبدأ الاول بقاعدة الخلاط من تحت نغسلها. هاخد بس كده من الصابون اهو، وهبدأ ان انا شوفوا زي ما انتم شايفين بدأ ان هو ينضف معايا اهو. انا كده حبايب قلبي دعكت الدرق اللي معايا وكل القطع بتاعته بالفرشه، وجبت كل طبعا الجوانب اللي ما بتقدرش السلكه ان هي تجيبها. دلوقتي حبايب قلبي معايا طبعا قطعه كده صغيره من سلك المواعين، وهبدا ان انا ادي للدرق بتاعي برضو دعكه حلوه كده بالسلكه. هعمل ايه دلوقتي؟ هشطف الدرق بتاعي تحت الحنفيه، وهوريكم شكله في النهايه هيبقى عامل ازاي. دلوقتي حبايبي بعد ما غسلنا الدرق بتاعنا وغسلنا كل القطع وشطفناها كمان بالميه، شايفين شكله بقى عامل ازاي اهو. ودي كمان القطعه اللي هي السكينه اهي من ورا ومن قدام وكل ناحيه اهو. هبدأ دلوقتي وكمان الدرق اهو يا حبايب قلبي، والدراع بتاعه كنتوا شايفين طبعا منظره عامل ازاي بكل سهولة زي ما وريتكم بالظبط. دلوقتي هركبه واوريكم شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. اول حاجة هاخد القطعة دي كده وهبدأ ان انا اركبها، وزي ما قلت لكم هي ليها اتجاه، يعني لو شايفين القطعة دي كده هتركب هنا كده في الحتة دي. نبدأ كده ان احنا نسمي ونركبه. حبايب قلبي انا ركبت القاعده بتاعه الدرق بتاعي اهي. ركبتها ازاي؟ وقفت الشفشق كده وضغطت عليها لتحت بنفس الزوايا اللي انا وريتها لكم. بس عايز ضغطه جامده شويه، فهتضغطي عليها لتحت جامد هتروح راكبه معايا. بعد كده هناخد الثلاث قطع دول، هناخد الجوان السيليكون اللي انا قلت لكم عليه هنركبه هنا كده بالظبط كده، وهندخل السكينه بتاعتنا بالشكل ده كده، وهناخد القطعه الحمراء دي وهناخد القطعة الحمراء دي وهنبدأ ان احنا نلفها بالشكل ده كده، ونجمد عليها طبعا زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده شكل الدرق بتاعي اهو بعد ما نضفته. طبعا مش مصدقين هو كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. طبعا كل اللي شاف الفيديو واستفاد منه لو بمعلومة بسيطة ما ينسانيش في اللايك والشير. طبعا اللايك يا بنات علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو معانا ويقدر اكتر كم من الناس ان هم يستفيدوا بالمعلومة البسيطة دي ويستفادوا منها. واشتراك في القناة طبعا علشان نقدر ان احنا نكبر القناة بيكم ومعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.